شنو هما المشاكل اللي غادي نعانيو منهم الا بغينا نقراو الدارجه في المدارس المغربيه؟ كاينين ثلاثه المشاكل كبار اللي غنتقاسم معكم في هذا الفيديو. المشكل الاول، اين دارجه غادي نختاروا؟ كيف كتعرفوا، المدرسه هي المكان فين الناس كيتعلموا النسخه الصحيحه، نكتبوا بالطريقه الصحيحه، نهضروا بالطريقه الصحيحه، ونطقوا بالطريقه الصحيحه. اذا الا اختارينا مثلا النسخه ديال كازا الرباط فاس مكناس كالدارجه اللي غادي تقرا في المدارس، هذا الامر غادي يهمش واحد الشريحه كبيره من المجتمع المغربي. لان تخيل معايا انه ولادك وخوتك غادي يمشيو للمدرسه وغادي يقولوا مثلا نتينا، والاستاذ غايقول لهم لا خطا انت. او تخيل معايا تقول ما شفتيهاش، ويقول لك ما تنقولوش هكا، تنقولوا ما شفتيهاش. هذا الامر غادي يخلق مشاكل، لان غيخلي عدد ديال الناس يحسوا باللي ما كيهضروش بطريقه صحيحه. هذا الامر المشكل الكبير ديالو ماشي فقط هو غادي يهمش واحد الجروب، ولكن ايضا غادي يقلص التنوع اللغوي ديال المغرب اللي هو واحد الامر كنفتخروا به. حنا فرحانين انه عندنا بزاف ديال الالسنه مختلفه ومتنوعه وجميله، وحنا ملي كنتلاقاو بعضياتنا ما عمرنا كنقولوا انت خاطئ، لا انت ما كتعرفش تنطق، لان حنا عارفين كل واحد كيهضر بطريقه مختلفه. ولكن لو ولات واحد المؤسسه كتاثر الطريقه الصحيحه ديال النطق وديال الكتابه وما شابه، هادشي غادي لنا مشكل كبير. هذا السبب الاول. المشكل الثاني، كيفاش غادي نكتبوا الدارجه؟ كيف كتعرفوا، اليوم حنا تنكتبوا الدارجه كما بغينا وكنتمتعوا بواحد الحريه رائعه، كنكتبوا بالخط العربي، نكتبوا بالخط الروماني، نخلطوهم بجوج، ما كاينش اللي تيقول لنا شي حاجه، كندخلوا الرقومه ما كاينش مشكل. كاين ناس اللي كيكتبوا مثلا الشاب بطرق مختلفه، مثلا كيفاش، كاين اللي كيكتبها بالاكس، كاين اللي كيكتبها بالسي اش، كاين اللي كيكتبها بالاس اش، وما كاينش مشكل. ولكن الا بغينا نرسموا اللغه غادي نحتاج نختاروا لها واحد الطريقه ديال الكتابه، وهذا غيصنع مشكل كبير. اذا شنو نختاروا؟ الحروف العربيه، الحروف الامازيغيه، الحروف الرومانيه، نخلطوهم؟ اذا اي واحد اختارينا غيصنع مشكل. مثلا لنفترض نختاروا العربيه، شنو غنديروا مع الاصوات اللي ما كايناش في العربيه، مثلا الكا والفي والبي؟ نهزوا من الفارسيه، وهذا مشكل. دابا حنا غنمشيو حتى لايران نهزوا منهم، وما نهزوش مثلا من الامازيغيه اللي كتلعب دور كبير في اللغه ديالنا. علاش ما نديروش فيها متفقين؟ اذا عندنا مشكل. الا هزينا من الرومانيه شنو نديروا؟ نخليو دوك الرقومه 3 الع و7 الحا وما شابه، اولا ندخلوا فيهم متفقين، اولا ندخلوا فيهم من العربيه، اولا نخلطوهم بثلاثه. اذا هذا الامر هذا غنحتاجوا لجان وغنحتاجوا اعداد ديال الناس كاملين يحطوا بصمه ديالهم، والا هذا الامر غيقدر يصنع واحد التفرقه اللي راه اصلا كاين جروبات باغيين يفرقوا ها العرب ها الامازيغ، وحنا كنا عارفين باللي راه حنا بحال كيف اللغه ديالنا مخلطه، جينا دينا مخلطين حنا قرون وحنا كنتزاوجوا، حنا كاملين عرب امازيغ. واي واحد كيختلف مع هذه القضيه عافاك ورونا التيست ديال الدي ان اي غاديين ورونا باللي نتوما 100% عرب ولا 100% امازيغ والارض ديالكم، ولكن حنا عارفين باللي علميا هذا امر مستحيل. والسبب الثالث هو تعريف الدارجه مجددا. حنا عندنا حريه كبيره وكنخلطوا كلمات من لغات مختلفه، وكندخلوا كلمات من اللغه العربيه وكلمات من الفرنسي وكلمات من الاسبانيه، وتحت ما تيقول اوي هذه ماشي دارجه مقاده. ولكن الا بغينا نرسموها غنحتاجوا نحددوا شنو هي الدارجه. مثلا ضربوا بقنك، ضربوا براس، ضربوا بالطيط، اين وحده في هادو دارجه؟ وعلاش؟ اذا غيكون عندنا واحد التحدي تاع نختاروا شنو هو الحد ديال الكلمات اللي ندخلوهم من الفرنسيه، وشنو هما الكلمات اللي غنعتبروهم زايدين، غنعتبروهم فرنسيه ماشي دارجه. نفس الامر مع الاسبانيه، مثلا في الشمال وبعض المناطق في الجنوب كيستخدموا كلمات بالاسبانيه اكثر من الداخل، تيقولوا بارادا والبومبيا والتشانكليطا وما شابه. شنو غنديروا مع هاد الكلمات؟ نحيوهم؟ علاش ما نحيوش حتى سيمانه وما شابه؟ ولا نخليوهم ولا نحيدوهم؟ علاش نحيدوا بارادا وما نحيدوش حتى ستاسيون ونخليو غير محطه؟ ولا خلينا غير محطه فاحنا كنتخلصوا من كلمات اخرين اللي تا هما جزء من الدارجه المغربيه، ستاسيون لاكار، هادو كلمات من الدارجه. اذا كاين تحدي، اش من كلمات نخليو واش من كلمات نحيدو. اذا هادو هما المشاكل اللي كنعتقد غادي نواجهوا الى رسمنا الدارجه المغربيه وبغينا نقراوها في المدارس المغربيه ديالنا. وعليه من الافضل نخليو الامور كيف هي، حنا مستمتعين بالحريه، لغتنا جميله، كاملين كنفتخروا بها، وما كان ما كنتهجموش على بعضياتنا.
ما نبغيوش نفقدوا التعدد اللغوي، لان حنا ديجا خاسرين بعض الانواع ديال التعدد بحال التعدد الديني والعرقي وما شابه، ديجا ناقصين نقاط، ما نبغيوش نخسروا التعدد اللساني ديالنا. هذا ما كاين. شكرا بزاف على الوقت ديالكم، ولا كتختلف او كتتفق معايا في الراي التعاليق ديالكم.